قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا للمسلمين المستضعفين في كل مكان. بعد ما قضينا يوم ونص في محافظة المنيا، اتجهنا بعد كده للمحافظة اللي بعدها وهي محافظة أسيوط. هنشوف بعض من معالمها على قد ما هنلحق إن شاء الله في الفيديو ده. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك عشان نقدر نكمل، ولو ما شفتوش فيديوهات المنيا وبني سويف ممكن ترجعوا تشوفوهم بعد الفيديو ده. أول حاجة صحينا وأخدنا القطر واتجهنا لمدينة القصية عشان نزور واحد من الآثار المسيحية المهمة في أسيوط. نزلنا محطة القصية ومن هناك أخدنا ميكروباص لحد دير المحرق. أهمية الدير ده ترجع لأن جواه الكنيسة الأثرية اللي قعد فيها سيدنا عيسى والسيدة مريم أثناء رحلتهم لمصر، وهم عدوا على أماكن كتير في مصر وقعدوا فيها، منها العريش وكفر الشيخ والمنيا، بس أكتر مكان قعدوا فيه كان الكنيسة الأثرية اللي داخل دير المحرق دلوقتي، وقعدوا فيها حوالي 6 شهور و10 أيام. دخلنا الدير وكان منظر الشجر لطيف، وكانت الدنيا زحمة شوية، معرفش ده الطبيعي كل يوم ولا كان عندهم مناسبة في اليوم ده أو حاجة. دخلنا بعد كده الكنيسة الأثرية نشوفها من جوه. خلي بالكم معايا. في زيت. شفنا بعد كده الحصن الأثري، وده اتبنى في القرن السابع الميلادي وبنوه لحماية الرهبان بتوع الدير. اتجهنا بعد كده لمدينة أسيوط. اتمشينا على الكورنيش بتاع ترعة الإبراهيمية وكان بجد لطيف قوي. والنقطة اللي احنا عندها دلوقتي هي بداية ترعة الإبراهيمية من عند قناطر أسيوط، والترعة بعد كده بتشق طريقها في مدن كتير في محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف وصولا للجيزة. عدينا بعد كده على قصر أليكسان، واحد من أشهر وأجمل القصور في أسيوط. قصر أليكسان بناء أليكسان باشا سنة 1910 في مكان مميز جدا وسط أسيوط على النيل، وبيقولوا إنه استعان بمهندسين من أوروبا عشان يبنيه على طراز القصور الملكية في أوروبا، ولكن للأسف القصر مقفول حاليا، ومعرفش إذا كان في نية لترميمه وفتحه للزيارة قريب ولا لأ. رحنا بعد كده جربنا مطعم صغير اسمه جريمة أكل، وكان أكله كويس. بعد كده رحنا فندق كرمينة، وده كانت تجربته أفضل بكتير من الفندق بتاع المنيا اللي حكيت لكم عنه. ده مكانه كويس وقريب من القطر وفي شارع رئيسي، ومستوى النظافة كان كويس، وسعره كمان كان رخيص أوي. وبكده تكون جولتنا في أسيوط خلصت. كانت جولة سريعة، وإن شاء الله برضه يكون لنا زيارة تانية في المستقبل نزور فيها الأماكن اللي مزرناهاش في أسيوط زي مقابر مير، ولو في أماكن تانية برضه تستحق الزيارة قولولي عليها في الكومنتات. وانتظروا الفيديو الجاي من محافظة سوهاج إن شاء الله.